المواطنين الاوفياء الوطنيين الملكيين. ما غاديش نفوتوا هذه الفرصه باش نسلموا على سيدنا ونقراو له برقيه ولاء، لان نفتخروا بالمغرب تاعنا، نفتخروا بملك الفقراء محمد السادس الله يشافيه ويعافيه، وباش نشاركوا كلنا في بناء صالح الوطن. والتنميه نتاعو المستدامه غادي الله يخليكم نطلبوا منكم دقيقه صمت ووقفه وطنيه للانصات الى برقيه ولاء المرفوعه الى صاحب الجلاله نصره الله وايده. برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، بمناسبة الذكرى المجيدة لتربع جلالتكم على عرش أسلافكم الميامين، يشرفني أنا الموقع أسفله أناس سقلي مدير معرض سقلي إكسبو أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله أسماء آيات الولاء والوفاء وأصدق عبارات التهاني والتبريك، راجيا من العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى السعيدة على جلالتكم وأنتم تنعمون بمنفور الصحة والعافية، وأن يقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن، ويشد قصركم بصونكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. مولاي صاحب الجلالة، إننا في معرض سقلي إكسبو ساهرون على نهج المواطنة الصادقة، مجندون وراء جلالتكم، أوفياء للعرش العلوي المجيد، متشبثون بثوابت الأمة وقيمها النبيلة، عاملين على المساهمة الفعالة في الأوراش التنموية التي تقودونها بحكمة وتبصر خدمة لمغرب التقدم والكرامة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدامكم لهذا الوطن ملاذا آمنا وسندا ودخرا، وأقر عينكم بما يسركم إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله وبركاته. خاتم الأعتاب الشريفة أناس سقلي مدير معرض سقلي إكسبو. الله يبارك في عمر سيدنا وشكرا للجميع. عاش الملك عاش الملك.